السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة خفيف وظريف بسيطة جدا واقتصادية، اللي هي كريات الشحم أو كريات دهن الخروف للمحاجب أو للعيش أو حتى للمقرطفة والكسكسي ولا أروع منهم. اللي عنده شحمة في الكونجيلاتور أو الفريجدار يخرجها ويخدمها معايا، راح تعجبكم وراح تدعوا لي بالبزاف بسيطة في مكوناتها وفي خدمتها. نقولوا بسم الله ونبداو. عندنا كميه من الشحمه تعود ليكم الكميه اللي بغيتوا ديروها، المهم ديروا العوله تاع العام كامل من عام كامل ما تفزلكمش. نجيبوا الشحمه من المستحب تكون كلاوي او الغلاف هذاك يكون خشين، ونقصوها رقيقه خلا. وكما نعرفوا حنايا الشحمه رانا نملحوها ومن بعد ننشروها وباه نخبيوها، يعني اللي مش مملحها ومخبيها هكاك يجبدها يملحها احسن ويشيحها، ومن بعد ديك يعاود يذوبها. بعد ما كملت قصيتها كامل وتاكدت مني نحيت منها الشوائب اذا كانت فيها طرف غامل ولا طرف قديم ولا حاجه كيما هكا، نحطوها في صينيه تاع اينوكس ونعرضوها لأشعة الشمس. كاين طريقة أخرى تذوب على النار، لكن هذه الطريقة أحلى وأحلى بالنسبة إذا حبيتوا تحطوها في المحجوبة أو في أي حاجة أخرى. بعد ما تذوب يعني صينية الإينوكس راح يساعدها أنها تذوب بسرعة وفي نفس الوقت ما يطلقش. ما تحطوهاش في صينية الألمنيوم لأنه راح يطلق عليها. نجيبوها ونديروها بيدينا. يعني الوصفة عطاتها لي عمتي الله يحفظها. ما تصفيهاش، تمعسها كيما هيك فقط أو ترحيها بيديها ومن بعد تحط لها التوابل، تخليها تجمد تحط لها التوابل. لكن أنا قررت اني نصفيها احسن. العام اللي فات درتها صفيتها جات مليحه، وسنه ثاني صفيتها. العام اللي فات صفيتها على مره واحده، لكن سنه صفيتها على مرتين. وانتم كما تحبوا، انا نحب العمل المتقن جدا ونحب كي نخدم حاجه نخدمها قد. صفيتها على مرتين باه ندي شحمه صافيه بيور، يعني ما فيها ولا شائبه. هذا الصفاي كان شويه عينيه محلولين. هنايا كنت نصفي فيها بيدي، ولما بدات تجمد خرجتها برا وخليتها زادت ذابت. يعني مستحب تحطوها برا وتبقاو تمعسوا فيها عند الشمس، يعني ما تعرضوش نفسكم للشمس بزاف. المهم يكونوا يديكم قراب للشمس ومعسوها مليح مليح حتى تخرج صافيه ما فيها ولا نقطه شائبه. هنايا اذا تحبوا تصفيوها للمره الثانيه كما صفيت هنا، اذا تحبوا تستعملوها كيما هيك براحتكم. انا صفيتها على مرتين، راح تشوفوا معايا فاش صفيتها للمره الثانيه. هنايا هذا الصفاي الثاني شوفوا واش خرج منها شوائب، وهذه في الصفاي الاول. يعني هادو راه ما يستخدموش ولا يستعملوا لان مش راح يذوبوا. لما تجيو تحطوها في الماكله وتحطوها في المحجوبه راح تبقى لكم فيها الشوائب وممكن تعدي لكم وانتم تاكلوها. بعد ما صفيتها تماما خليتها حتى جمدت. ما تخليوهاش تجمد بزاف لانه انا جمدت لي بزاف فتعبتني لما جيت ندخل لها التوابل والهريسه. هنا نحطوا ملعقه كبيره من الهريسه، انا الكميه عندي راهي كبيره لذلك كبرت التوابل، وملعقه من الكرويه كبيره، وملعقه كبيره من الكزبره الناشفه، وثلاث ملاعق من الحمار. الحلو لان حطينا الهريسه، اللي ما يحبش الهريسه ما يحطهاش، واللي عنده الهريسه تاع الدار احسن من تاع برا راح تعطيكم نتيجه مليحه. لكن نحيولها الماء تاعها لانه كي تكون في الكونجيلاتور تطلق الماء باه ما تفسدناش الشحمه. ونعاودوا نمعسوها او نهرسوها او نعجنوها بالاصح مع هذوك التوابل. شوفوا انا قلت لكم تخليوش تجمد بزاف. شو انا شيطتني حتى نعود نخبط فيها بالدبزه باه تحلت لي وصعبت عليا. المهم نعجنوها مليح مليح وندخلوا فيها هذوك التوابل والهريسه مليح خلا حتى نحسوا باللي ولات كي الزبده. ومن بعد نعاودوا نغلفوها بالغلاف الشفاف او نغطيوها بنايلون كيما النايلون نحطوه على الصينيات هذاك اللي نخدموا به العادي باه ما تلتقطش ريحه من الفريجيدار، وهي كذلك ما تطلقش الريحه في الفريجيدار بعد ما تكون جمدت. حكمت روحها شويه نقدروا نكوروها. نجيبوا بورتمونجي مخصصه، اي بورتمونجي عندكم في الدار. انا كانت عندي هذا السطله حطيت فيها لانه راح تطلق الريحه، من المستحب تكون حاجه ما تستعملوهاش. ونعاونوا رواحنا بالملعقه باه نكوروها ونديروا الكميات متقاربه من بعضها. الكميه تاع الشحمه كيما تحبوا نتوما، كل كويره كيما تحبوا. يعني انا كويره هذه نحطها كيما راهي ما نقسمها ما والو، فالحجم يعود ليكم. تحبوا ديروا كويرات كبار ومن بعد كي تجبدوهم تقسموهم راح يجيكم شويه صعب، لكن لانهم راح يكونوا جمدوا بزاف. ديروا كويرات كيما راح تحطوهم بالضبط في الماكله، ونكوروها كامل بنفس الحجم ونحطوها في هذا البورتمونجي. ونحاولوا انه اذا جانا الفائض نحطوها في الساشيات ونحطوها في الكونجيلاتور. هذه ممكن تقدروا تحتفظوا بها لتحت في الفريجيدار او في الكونجيلاتور. انا نحب نحط في الكونجيلاتور ديريكتومون وترجع لكم انتم حريت وين تحطوها.
ما نكملوها كامل نغلقوا عليها إغلاق محكم ونحطوها في المكان اللي حبيناه في الثلاجة، أو ما تحطوهاش برا لأنه راح تغوى وراح تولي طعمتها مرة. وهنايا الوصفة هذه راهي صالحة لمدة عام كامل أو أكثر. أنا عندي كمية عندها أكثر من عام ومازلت نستخدمها، لأنه للأمانة هذه ماهيش تعينات واحدة حبيبتي خدمتها، فقررت أني نصورها وننزلكم الوصفة باه تستفادوا، وأنا ندي معكم دعوة خير وهي كذلك تدي دعوة خير من ورايا. ما نتمنى غير انكم تجربوها لانها راح تعجبكم بالبزاف، وقولوا لي في التعليقات فاش تستخدموها. واذا عجبتكم الوصفه ديروا لها جيم وبارطاجيوها وابونيو عندي في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. وان شاء الله في اعداد قادمه راح نوري لكم فاش استخدمتها بتاعي انا شخصيا راهي نفسها. نتلاقاو في عدد جديد، يلا سلام.